السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نحل مع بعض النموذج الخامس في البيور. ان شاء ربنا كده يكون سهل عليكم. نقول كده بسم الله. اول سؤال مديني كومبلكس نمبر مش مظبوط خالص، نيجاتيف 5 ساين ثيتا بلس 5 اي كوساين ثيتا، وقال ان المودولس اوف زد ايكوال ار والبرنسبل امبليتيود ايكوال ثيتا، وعايز منك ار وايه والفا. هو من الاخر كده هو عايزك تعدل الكومبلكس نمبر، بس جابها لك بشكل يعني مختلف شويه. طب تعالى كده ننسى خالص من اول هنا. انسى خالص ده. تعالى نركز هنا شويه. بص يا سيدي، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا المفروض عندي الار بتبقى رقم بوزيتيف، صح كده؟ طيب، يعني انا هعمل كده، هاخد الفايف بره كومن فاكتور، فيفضل لي نيجاتيف ساين ثيتا بلس اي كوساين ثيتا. كده انا ظبطت الار اللي بره. طب تعالى بقى نتكلم في الانجل. ده مكان الاكس نيجاتيف وده مكان الواي بوزيتيف. الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف، يبقى احنا كده بنتكلم في السكند كوادرنت. تاني حاجه الساين والكوساين مقلوبين، بدل مقلوبين هنشتغل بالوحشين. في السكند كوادرنت بتبقى 90 ماينس، اسف 90 بلس، يبقى 90 بلس كام؟ ثيتا. يعني انا دلوقتي بعد ما ظبطتها المفروض تبقى 5، وادي كوساين 90 بلس ثيتا بلس اي ساين 90 بلس ثيتا. دلوقتي بقى تعال نرجع للي احنا قلنا ما ناخدش بالنا منه. هو سمى المودولس ايكوال ار، وبالتالي يبقى الار ايكوالز 5. سمى الانجل بالفا، وبالتالي الالفا دي تبقى 90 بلس ثيتا، يعني باي اوفر 2 بلس ثيتا. دور بقى كده معايا 5 و باي اوفر 2 بلس ثيتا، يعني تشويس رقم دي. ادي اول سؤال. تاني سؤال بيقول عايز الفاليو اوف تيرم فري اوف اكس في الاكسبنشن ده. طب جميل. حضرتك مديك اتنين باينوميال زي بعض بالظبط، بس الاختلاف في الساين، فطبيعي الترم فري اوف اكس اللي هيكون هنا هو نفسه الترم فري اوف اكس اللي هيكون هنا. ممكن يبقى فيه اختلاف ساين وممكن لا. فانا هشتغل على مين؟ هشتغل على باينوميال واحد بس. هقول والله الاولاني ده هروح اجيب منه تي ار بلس 1، هيبقى 8 سي ار. الاولاني بياخد الديفرنس والتاني بياخد اللي تحت، فانا على طول هخلي 1 اوفر اكس دي اكنها اكس باور نيجاتيف 1، يبقى كلها اكس باور نيجاتيف ار. هاخد اللي فوق ده كله واقول والله هي 8 minus 2r equal 0 عشان free of x، يبقى 2r equal 8 يعني الr equal 4 يعني الt 5. فاروح بقى اشتغل. بص ركز معايا، هجيب الt 5 منين؟ هجيب الt 5 من الباينوميال الاولى اللي هي دي. فحضرتك لما هتيجي تعوض هنا، طبعا ده كده free of x ده هيتكنسل، انت هتعوض هنا بس، وبالتالي هيبقى 8cr، يعني 8c كام؟ 4. جميل. وطبيعي بدل ما فيش اي ارقام تانية، فلما تروح تفكر في هنا وتروح تجيب التي 5 برضو هتطلع اتش سي ار، لان انا مش هيبقى عندي اي حاجه خالص تطلع لي نيجاتيف غير النيجاتيف بس، اللي هي النيجاتيف الاخيره، صح؟ يعني انت هنا المفروض لو انت هتيجي تفك ده هيبقى هنا في نيجاتيف اكس تو باور نيجاتيف ار. طب انت الار عندك بكام؟ ب 4. طب ال 4 دي باور ايفن، فطبيعي هتكنسل النيجاتيف، فده هيطلع نفس ده بالظبط. طب هنحسبه ازاي؟ هروح امسك الكالكوليتر اقول له والله احسب لي 8 سي 4، واللي يطلع نعمله تايمز 2 هيطلع ب 100 140، يبقى الترم فري اوف اكس هيبقى 140، يعني تشويس رقم A. السؤال رقم 3 مديني فيكتور A هي 2 ونيجاتيف 1 و2، عايز نورم A. النورم هي روت ده باور 2 بلس نيجاتيف 1 باور 2 بلس 2 باور 2. احسب ده هندسه هيطلع معاك 3. شكرا. امتحان اصلا ما يجيش في كويز يعني، سهل قوي. رقم 4 مديني فانكشن e باور x بلس 1 اوفر e باور x، عايز الاف داش اوف 0. نفس الفانكشن دي اداها لك في الترايل اللي فات، في ترايل رقم 4، بس اداها لك e باور x بلس e باور نيجاتيف x. المهم انا عايز اجيب الاف داش، هقول له حاضر اظبط بس دنيتي الاول. هتبقى e باور x بلس e باور نيجاتيف x، هيبقى الديريفيتيف الاي باور x باي باور x، وديريفيتيف e باور نيجاتيف x هتبقى نيجاتيف e باور نيجاتيف x. لما اسف اعوض بزيرو هتبقى هنا e باور 0 ماينس e باور 0، فتطلع لحضرتك بزيرو، يعني تشويس رقم A. نمبر 5. السؤال ده جامد جدا.
بيقول لك 2x f of x plus x squared f of x. اقف هنا. اكيد خدت بالك من اللي انا خدت بالي منه. ايه هي؟ ان الاتنين دول بص، ادي x باور 2 ده الديريفيتيف بتاعها، وادي f of x ده الديريفيتيف بتاعها. يبقى اكنه عمل ايه؟ اكنه عمل كده، ثبت ال f of x وجاب ديريفيتيف، صح؟ وبعد كده عكس، ثبت دي وجاب ديريفيتيف ال f of x. يبقى ده اكنه كان رايح يجيب ديريفيتيف لايه؟ هيجيب ديريفيتيف لحاجتين تايمز بعض. يعني حضرتك دي لو رحت عملت لها انتجريشن ورجعتها لاصلها هتطلع x باور 2 في f of x. حلو كده؟ يبقى دي لو اتعمل لها انتجريشن هترجع لاصلها اتنين فانكشن تايمز بعض. هعيد نفس الكلام تاني بس بالعكس. انا لو اديت حضرتك فانكشن بالشكل ده، فانت عشان تروح تجيب لها ديريفيتيف هتقول لي والله ديريفيتيف واثبت، بعد كده ديريفيتيف واثبت اللي هو فوق ده. طب انا لما اديك ده، اما اديك الديريفيتيف، يبقى انت لو عملت له انتجريشن هيرجع كده. ما تنساش بقى الناحيه الثانيه ان انت برضه هتروح تعمل انتجريشن ل 4x باور 3 بلس 4x. ما انت مش هينفع تمسك ايكويجن تجيب لي حته انتجريشن وحته لا. يعني x باور 2 f of x equals الباور بلس 1 على الباور الجديد، وهنا هتبقى 2x سكويرد بلس c. زي ما هي، هو قال لك ال f of 1 equal 7. طب ايه دي لازمتها؟ حضرتك لازمتها عشان تجيب السي. يعني لو شلت كل اكس وحطيت مكانها 1، هينفع تشيل الاف اوف 1 وتحط مكانها 7. يعني هتطلع لسيادتك 1 باور 2 تايم 7، ودي 1 بلس 2 بلس سي، هيطلع معاك السي ايكوال 4. يعني اكس باور 2 في اف اوف اكس ايكوالز اكس باور 4 بلس 2 اكس باور 2 بلس 4. والله عايز تظبطها اكتر ممكن تخليها كده، تودي الاكس باور 2 بالديفايدد الناحيه الثانيه، كل ترم فيهم ديفايدد اكس باور 2، هتطلع لحضرتك كده. هو عايز اف اوف 2. يلا يا باشا شيل كل اكس وحط مكانها 2. هتبقى 4 4 بلس 2 4 بلس 2 بلس 1، يعني في الاخر 7. يعني تشويس رقم سي. نمبر 7 the measure of the angle between the straight line والplane. ده برضو سؤال متكرر جه في الترايل الاولاني. طب دي علاقه مشبوهه، فهنروح نجيب الدايركشن والنورمال دايركشن من الستريت لاين ومن البلين ونجيب ساين مكان كوساين. دي برضو الكارتيزيان لازم نظبطها الاول. طب هو فاصل الواي معناها ايه؟ معناها ان الدايركشن الاكس هنا ايكوال 2، الواي عشان مفصوله بقت 0، والزد هتبقى نيجاتيف 2. النورمال دايركشن من البلين هيبقى 1 و2 ونيجاتيف 2. تعالى بقى نكتب كده، ادي ساين ثيتا ايكوالز، ادي فراكشن المحترم بتاعك، ابسولوت الدوت ما بين 2 و0 ونيجاتيف 2 و1 و2 ونيجاتيف 2 على نورم ده 4 و0 و4، ونورم التاني 1 و4 و4. فوق هيبقى 2 تايمز 1 و0 تايمز 2 ونيجاتيف 2 تايمز 2، ويعني في الاخر فوق ب 6. وهنا هتبقى 4 يعني 2 روت 2، ودي 3 يعني كلها 6 روت 2، يعني هتطلع في الاخر 1 اوفر روت 2. شيفت ساين ل 1 اوفر روت 2 تطلع الانجل ب 45، يعني باي اوفر 4. يعني تشويس رقم سي. نمبر 7 بيقول لي x1 و x2 هم are the roots of the equation كذا. then the middle term in the expansion كذا. طيب هو بيقول لك ان الاكس 1 والاكس 2 هم مين؟ هم التو روتس. طيب جميل، يعني الايكويشن دي لو اتحلت هتطلع اتنين روتس، واحد فيهم اكس 1 والتاني اسمه اكس 2. حلو. بيقول لك بقى انا عايز الميدل تيرم هنا. طب انا هركز مع مين؟ اللي انا فهمته على طول موضوع الميدل تيرم. الاوردر اوف ميدل تيرم هقول كده 6 بلس 2 على 2 فيطلع 4. تعالى كده نركز انا وانت نجيب التي 4. التي 4 بتتجاب ازاي؟ هتبقى 6 سي 3 الاولاني ياخد الديفرنس والتاني هياخد اللي تحت. ركز، هدي 6 سي 3، افصل ارقامك 3، وانت هنا عندك اكس 1 باور 3 واكس 2 باور 3. طب بص كده يا هندسه الله يكرمك، لما يكون عندك حاجتين تايمز بعض هما الاثنين هاف ذا سيم باور، فانت ممكن تاخد الباور ده كومن فاكتور وتعملهم تايمز بعض كده، صح؟ جميل. تعالى بقى
نرجع للجيفن اللي فوق اللي احنا عديناه كده ومركزناش فيه. x1 x2 ده مين؟ ده البرودكت بتاع ده. طب ما انت واخد في اولى ثانوي ان اي كوادراتيك ايكويجن البرودكت هو عباره عن ايه؟ عباره عن c اوفر a. طب ما هو ده ايه؟ ال a equal 1، ال b equal 7، وال c equal 2. فلما تقول لي c over a يعني 2 over 1 يطلع product equal كام؟ البرودكت equal 2. يعني ايه product؟ يعني الاثنين روت تايمز بعض. يعني سيادتك ممكن تشيل دي وتحط مكانها كام؟ هتحط مكانها 2. لما تحسب بقى كل ده على الكالكليتر هتقول لي 6c3 تايمز 3 باور 3 باور 3 تايمز وادي كمان 2 باور 3 هيطلع لحضرتك 4320. فين بقى يا باشمهندس الرقم دوت؟ فين اهو التشويس رقم دي. نمبر 8 بيقول if the slope of tangent to the curve is given by the relation dy over dx 1 over x. مديك slope of tangent، يقول لك ان الكيرف ده بيعدي على البوينت دي وهو مديك بوينت عشان تعرف تجيب السي. عايز f of a بار 2. طيب لسه برضو تاني، حضرتك لما يديك السلوب اوف تانجنت ويطلب منك الكيرف الاصلي هتعمل انتجريشن. يعني هتبدا كده تقول لي والله ان الدي واي 1 اوفر اكس دي اكس، حط الساين بتاعت الانتجريشن، هيبقى انتجريشن الدي واي هتبقى 1 واي، وانتجريشن 1 اوفر اكس هي لين ابسولوت اكس. هات البوينت عشان تعرف تجيب السي. شيل واي وحط 3، شيل الاكس وحط اي. لين اي بكام يا فندم؟ ب 1. لما تروح الناحيه الثانيه هتبقى السي ايكوال 2. هيبقى الكيرف نفسه هيبقى لين اكس بلس 2. هو عايز ايه؟ عايز اف اوف اي بار 2. طب حضرتك شيل دي وحط اي بار 2. ممكن تعمل سمبليفاي للباور هتبقى 2 لين اي بلس 2. لين اي بكام؟ ب 1. هيبقى 2 بلس 2 ايكوالز 4. يعني تشويس رقم بي. كده احنا خلصنا رقم 8. نمبر 9 بيقول انا عايز الفوليوم اوف ذا سوليد generated by revolving the shaded region complete revolution about x axis. في الجرافات اللي زي دي انت مش محتاج تحط الكيرف ايكوال زيرو، ان هي اصلا مرسومه جاهزه ومحدد لك انا عايز منين لفين. انت بس سستمت الرول نفسه. يعني تقول لي والله ان في بره باي، هتقول لي هعمل انتجريشن من 1 ل 3 ونمسك الكيرف ده هنعمله باور 2 دي اكس. شكرا انت خلصت. يعني هتروح تمسك الديفينيت انتجريشن ل اكس باور 2 باور 2 يعني اكس تو باور 4، وتقول لي والله اعملها لي من 1 ل 3. واللي هيطلع معايا 242 اوفر 5 ونحط لها باي. انت خلصت كده يا باشا. يعني تشويس رقم بي. ده رقم 9. نمبر 10 بيقول لي the opposite figure represent the first derivative. ده كده الفيرست derivative. which of the following statement is correct. مين في اللي جاي صح؟ انا بصيت كده نظره سريعه قدام حضرتك حالا دلوقتي بشوف هو بيتكلم على ايه. بيتكلم على لوكال مينيمم ولوكال مينيمم ولوكال ماكسيمم وانكريزنج. يعني كل الشغل اللي طالبه في التشويسز ريليتد بمين؟ بالفيرست ديريفيتيف. طيب احنا بنتعامل ازاي؟ بنرسم نمبر لاين كده، بنحط الانترسكشن بوينت دي. يعني عندي نيجاتيف 5، عندي 1، عندي 4. قبل ال5 كان فوق الاكس اكسس يعني بالبوزيتيف. بين ال5 نيجاتيف 5 وال1 تحت يعني بالنيجاتيف. بين ال1 وال4 فوق الاكس اكسس يعني بوزيتيف. بعد كده نزل تاني تحت الاكس اكسس. دي كلها الساين بتاعت الاف داش. يبقى هنا انكريزنج، هنا ديكريزنج، انكريزنج، ديكريزنج. تعالى بقى نشوف مين الصح في اللي جاي. عنده لوكال مينيمم، عند النيجاتيف 5. فانت لما هتبص عند النيجاتيف 5 لا والله ده انكريز وديكريز، ده لوكال ماكسيمم. لا دي مش صح. عنده لوكال مينيمم عند الفور، برضو والله دي انكريز قبلها وديكريز بعدها، فبرضو عندها لوكال ماكسيمم ما تنفعش. عنده لوكال ماكسيمم عند ال1. والله عنده صح لوكال ماكسيمم ازاي عند ال1؟ ده بص ده دي ديكريز ودي انكريز. يبقى عنده لوكال مينيمم عند ال1. ما ينفعش. طب هي انكريزنج في الانترفال من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5. تعال نشوف. من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 5 هي هنا انكريز. يبقى هي دي الصح. شكرا. خلصت على كده. طيب رقم 11 مديني ستريت لاين بالشكل اللي قدام حضرتك ده. بيقول لك ان هو بيربنديكولار على الستريت لاين التاني. وخد بالك برضو في الموديل اللي فات بدل ما قال لك بيربنديكولار قال لك اورثوجونال. فدي برضو تركز فيها لان ده كده متكرره اكتر من مره. هي سهله جدا. هتروح تجيب الدايركشن اللي هو ام ونيجاتيف 3 و2
والدايركشن التاني بس ده كارتيزيان، اتاكد الاكس والواي والزد مظبوطين ولا لا. انت عندك الاكس والواي مظبوطه لكن الزد لا، فلازم تظبطها الاول. تعالى كده على جنب، هتقول لي x minus 1 over 2 y plus 1 over 4. مشكله الزد في النيجاتيف فانا هغير الساين لكله، يعني z minus 1 over negative 1. دلوقتي هتقول لي يبقى الدايركشن بتاعي هتبقى 2 و4 ونيجاتيف 1. كلمه perpendicular يعني الدوت equal 0، يعني 2m minus 12 minus 2 يعني 2m equals 14، يعني m equals 7، يعني تشويس رقم A. ودي كده كانت رقم 11. نمبر 12 مديني definite integration، بس هو قايل لك definite integration من 1 ل 3 ل f of x plus 1 equal negative 5، عايز من 1 ل 3 ل f of x بس plus 2. طيب بص يا فندم، هو حضرتك دي كده فيها بلس، فانت ممكن تقسمها عادي خالص، هتقول لي والله من 1 ل 3 ل f of x بلس، دي مش ماينس، ها دي بلس. definite integration من 1 ل 3 ل 1، كل ده هو قال في التشويسز اللي هي اسف في الجيفن اسف هي نيجاتيف 5. طب ما تيجي تسيب دي شويه وسيب دي زي ما هي، وتعالى نحسب ال1 ده يطلع كام. حضرتك لو عملت definite integration ل1 من 1 ل 3 هتطلع ب 2. طب ما 2 دي لو جبناها الناحيه الثانيه يبقى من 1 ل 3 ل f of x دي x هتبقى بنيجاتيف 7، صح كده؟ ده الجيفن، احنا اشتغلنا على الجيفن. تعالى بقى نشوف هو عايز منك ايه. هو عاوز ده، طب ما تقسمها برضو من 1 ل 3 f of x بلس 2 وبرضو من 1 ل 3. انت لسه جايب حالا دي ايكوال كام؟ نيجاتيف 7. تعالى على الكالكليتر ونقول له طب غير لنا دي، خليها لنا 2، هتطلع بكام؟ هتطلع ب 4. يبقى بس كده من نيجاتيف 7 بلس 4 هتبقى كام؟ نيجاتيف 3، يعني تشويس رقم سي. ده كده كان رقم 12. رقم 13 بقى بيقول لك from the opposite figure، عايز دي سي، عايز دي سي دوت سي بي. طيب تعالى كده نشتغلها بحته الفيكتور. يعني احنا في الاول بس اي رايت ترابيزيوم هتقابله هتروح ترسم كونستراكشن كده، بحيث لما يكون دي 6 تبقى دي 6، فتبقى دي برضو 4. فالبوينت سي هتبقى 0 0، البوينت بي هتبقى 10 و0، البوينت دي هتبقى 4. انا ما اعرفش الهايت ده كام، هو ما ادانيش الدايمنشن ده كام، فما فيهاش مشكله خالص نسميها لنا واي. هيبقى البوينت دي هتبقى 4 واي. تعالى بقى نجيب الفيكتور دي سي. الفيكتور دي سي يعني سي ماينس دي ماينس دي اهي، فتبقى نيجاتيف 4 ونيجاتيف واي. ماشي. الفيكتور سي بي هتقول لي والله هي بي ماينس سي، يعني 10 و0 ماينس 0 و0، فتطلع معاك 10 و0. لما تروح تعمل بقى الدي سي اللي انت جبته دوت 10 و0، هيبقى نيجاتيف 4 تايمز 10 تبقى نيجاتيف 40، ونيجاتيف واي تايم 0 تبقى 0، فتطلع في الاخر بنيجاتيف 40، يعني تشويس رقم سي. السؤال اللي بعده رقم 14 بيقول the equation of the plane that passes through the point كذا، والستريت لاين ده perpendicular عليه. الريليشنز دايما بتبقى رخمه بين الستريت لاين والبلين، فانت برضو لازم تتخيل انت رايح تجيب ايكويشن اوف بلين، فانت هترسم بلين كده اي كلام يعني، وهقول لنفسي والله عشان اجيب الايكويشن اوف بلين دي انا محتاج بوينت اهي، ومحتاج حاجه اسمها نورمال دايركشن، انا عايز ده. فهبدا بقى افكر ايه اللي موجود في الجيفن يجيب لي مين؟ يجيب لي الان دي. طب هو بيقول بقى ايه؟ بيقول ان البلين بتاعك اللي انت رسمه ده هو بيربنديكولار على الستريت لاين ده، يعني هنا في كده ستريت لاين، يعني ليه دايركشن، صح كده؟ هيكون بيربنديكولار على مين؟ على البلين. طب سؤال، هو الدايركشن ده دلوقتي ده مش باراليل لان؟ اه باراليل لان، وبالتالي انت حضرتك بدل الاتنين دول باراليل، انت ممكن تاخد الدايركشن بتاع الستريت لاين تشغله لي ايه؟ تشغله نورمال دايركشن للبلين. شكرا، اتحلت. يبقى هتطلع من هنا
الدايركشن. اتاكد بس ان الاكس واي وزد مظبوطين، فتقول لي بقى الدايركشن 2 و3 و4 ومعايا بوينت، فاروح اكتب ايكويشن اوف بلين ازاي؟ هقول والله هي ان اللي هي دلوقتي خلاص 2 و3 و4 دوت ار ايكوالز ان دوت البوينت، يعني 2x plus 3y plus 4z equals 2 times 3 و 3 times negative 2 و 4 times 1 كنسل، هيبقى 2x plus 3y plus 4z equals 4. يعني انهي تشويس؟ هيبقى تشويس رقم، هو دخل الفور جوه، هيبقى تشويس رقم A. نمبر 15. 15 بقى دي محتاجه منك تركيز جامد جدا، لان دي بجد فكره حلوه قوي يعني. بيقول لك الفيجر ده، الفيجر 1 هو ريبريزنت الستريت اسف الفانكشن y equal f of x ومديك ستريت لاين. طب ما بالراحه كده واحده واحده، تعال نجيب على طول كده. تعال نجيب ايكويشن للستريت لاين ده. ليه؟ اصل انا شايف ان في كومبوزيت فانكشن وفي ديريفيتيف في الموضوع، فانت اكيد هتحتاج الايكويشن. اي ستريت لاين عشان تجيب له ايكويشن هتروح تشتغل بالراحه كده، هتجيب لي 2 بوينت، انت عندك هنا هاف وزيرو ودي 0 ونيجاتيف 1، فاروح اجيب السلوب هيبقى y minus y over ادي x minus x، فتطلع 1 over half يعني السلوب ب 2. يعني الستريت لاين بتاع حضرتك اللي هي الاف اوف x يعني هتبقى 2x وقات الواي اكسس عند نيجاتيف 4 2x minus 1. خلصت. وكمان الفيجر 2 represent the function h of x. طب h of x دي معموله ايه؟ معموله كوادراتيك. طيب احنا عارفين شكل الكوادراتيك بتتكتب ازاي؟ هقول والله ال h of x دي هي بتتكتب كده بوزيتيف اور نيجاتيف على حسب الكيرف نفسه، فانا قدامي الكيرف مفتوح لفوق فهي بوزيتيف، وادي اكس ماينس وبره بلس، واروح اجيب الفيرتكس اللي هي كام وكام 2 0، فنحط هنا 2 هنا 0، فتقول لي الزيرو ملوش لازمه. حلو كده. طيب دي اكس ماينس 2 باور 2. كده انت كتبت الكوادراتيك فانكشن، بس خد بالك بقى من حاجه صغيره لازم تتاكد منها. هل اللي قدامك دي هي بجد الكوادراتيك فانكشن اكس ماينس 2 باور 2 ولا لا؟ هو بجد وفي حاجه بجد ولا لا؟ اه طبعا. ليه؟ اللي هيفرق مع حضرتك هو الكيرف ده عمل انترسكشن، اصل هو الرقم ده ما اداهونيش ببلاش. اللي هيفرق معاك هو الكيرف ده عمل انترسكشن مع الواي اكسس فين؟ عند 16. هل سيادتك دلوقتي لو حطيت الاكس بزيرو وكتبت دي على الكالكليتر هتطلع 16؟ لا، ده طلعت 4. يعني المفروض الايكويشن اللي انت كاتبها دي ده عباره عن كوادراتيك فانكشن الفيرتكس بتاعتها 2 0، بس المفروض تعمل انترسكشن للواي اكسس عند مين؟ عند 4 مش عند 16. صح؟ طب تظبط بقى دي ازاي؟ العقل بيقول انت لما هتحط الاكس بزيرو عشان هتجيب لي الواي اكسس هتطلع لي 4، انا عايزها تبقى كام؟ 16، يبقى نعملها ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 4، فتيجي كده زي الباشا تقوم حاطط لي هنا قبل براكت 4. كده انت ظبطت الفانكشن. حلو. يبقى انت كان عندك جرافين، رحت جبت الايكويشن بتاعت كل جراف فيهم. هو بقى بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك ان الاتش اوف اكس هي ار كومبوزيت اف اوف اكس. ار كومبوزيت اف اوف اكس معناها هي ار جواها مين؟ جواها اف. طب جميل، ما تيجي نشيل كل فانكشن احنا جبناها ونعوض بيها. يعني هنا تبقى 4 ادي اكس ماينس 2 باور 2، الار ما اعرفهاش، لكن الاف اوف اكس هي 2 اكس ماينس 1. هو عايز الار داش، تعال نعوض. الار داش انا هنجيب ديريفيتيف، هتنزل الباور هتبقى 8 وادي اكس ماينس 2 وديريفيتيف اللي جوه ب 1. ديريفيتيف الار هتبقى ار داش واللي جوه ما بيتغيرش. الله يكرمك اوعى تنسى الديريفيتيف اللي جوه. الديريفيتيف اللي جوه كام؟ هتقول لي 2. حلو قوي. استنى نعدل بس البراكت ده. كده انت جبت ديريفيتيف. طب هو قال لك انا عايز ار داش اوف كام؟ اوف 4. ال4 دي محطوطه مكان مين؟ مكان ده. فتيجي على جنب تقول لي والله 2x minus 1 equals 4، يعني 2x equals 5، يعني الاكس equals 2.5. فتقول لي والله at x equal 2.5. شيل كل x وحط مكانها 2.5، هيبقى 8 ودي 2.5 minus 2 equal r dash. لو شلت هنا 2.5 هتحط هنا 4 ودي times 2. تعالى نحسب دي كده، دي 5 تبقى 4
وادي ار داش اوف 4 تايمز 2 وادي 2 هناك بالديفايدد، هيبقى الار داش اوف 4 ايكوال 2. حلوه قوي، يعني التشويس رقم دي. يبقى انا كده حلينا رقم 15. السؤال اللي بعده بيصالحك اهو يا سيدي، بيديك فانكشن اف اوف اكس وعايز اكس باور 3 ماينس 3 اكس بلس 5، هي ديكريزنج في انهي انترفال؟ طيب دومين الفانكشن الاول، الدومين هنا ار، هروح اجيب اول ديريفيتيف هتبقى 3 اكس باور 2 ماينس 3، حط الديريفيتيف بزيرو وحل، هتطلع 1 ونيجاتيف 1. ارسم النمبر لاين بتاعك، جرب، هيطلع هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. الاف داش بوزيتيف تبقى انكريز ديكريز انكريز. عايز ايه؟ عايز الديكريزنج، هقول له والله ديكريزنج من نيجاتيف 1 ل 1، يعني تشويس رقم سي. نمبر 17 بيقول m minus 2n equal 7. شكرا. بيقول x power 3 plus y power 2 equal 7 equals k x to power m y to power n. عايز k plus n plus n. السؤال ده فيه واحد شبهه جه في ترايلز اكزام السنه اللي فاتت، بس كان مختلف شويه عن ده. طب فكك من اللي هو مديهولك في الاول m minus 2n equal 7 دي، وتعالى كده انا وحضرتك نجيب من الباينوميال دي tr plus 1. هيبقى 7 cr الاولاني هياخد الديفرنس، والتاني هياخد اللي تحت، يعني 7 CR x to power 21 minus 3R ودي y to power 2R. وتعالى بقى أنا وحضرتك نقارن اللي احنا وصلنا له ده باللي هو مديهولي، الواي مع الواي والاكس مع الاكس، والمفروض الكوفيشنت مع الكوفيشنت. طيب دلوقتي اقدر اقول لحضرتك باللي انا شايفه ان الان هي 2R وان الام هي 21 ماينس 3R. طب ايه رأي سيادتك لما تاخد دول تحطهم لي في الجيفن ده اللي هو بيقول m minus 2n equal 7، يعني 21 minus 3r minus 2 ال n ب 2r equal 7، يعني 21 minus 7r equal 7، يعني 7r equal 21 minus 7، يعني 7r equals 14، يعني ال r equal 2. فلو رجعتها لي هنا هتطلع معاك ان ال n equals 4 وال m equal 21 minus 3 times 2، هتطلع ال m equals 15 عشان 21 minus 6. ناقص مين؟ الكي. طيب الكي ما عند حضرتك هي 7 سي ار، وانت جبت الار ايكوال 2، فتبقى 7 سي 2. احسب دي على الكالكوليتر، 7 سي 2 هتطلع مع حضرتك 21. عايزين ايه؟ عايزين كي بلس ان بلس ام، يعني 21 بلس الان ايكوالز 4 بلس الام ايكوالز 15، هتطلع لحضرتك ايكوالز 40. يعني تشويس رقم دي. نمبر 18 مديني فانكشن بالشكل اللي قدامك ده، بيقول لك برضه هي انكريزنج فين. طيب برضه دومينها هنا ار يعني، فاروح اجيب بقى الديريفيتيف. ركز بقى في الديريفيتيف شويه، هثبت في ديريفيتيف بلس ديريفيتيف الاكس واثبت ديريفيتيف الاي، هسيبها زي ما هي تايمز ديريفيتيف الباور. الباور ده لو اتفك يا جماعه هيبقى اكس ماينس اكس باور 2، فالديريفيتيف بتاعه هيبقى 1 ماينس 2 اكس. لو انا خدت الاي بره كومن فاكتور هيتفضل اكس في 1 ماينس 2 اكس بلس 1. طب الاي ما بتطلعش زيرو، فك اللي جوه، هيبقى x minus 2x باور 2 plus 1، يعني نيجاتيف 2x باور 2 plus x plus 1 equal 0. طلع الكالكوليتر بتاعك وقول لي والله مود 5 3 وندخل ده النيجاتيف 2 و1 و1، هيطلع معاك اكستين، مره ب1 ومره بنيجاتيف هاف، والاتنين موجودين في الدومين، فانا هرسم النمبر لاين ادي نيجاتيف هاف وادي 1. جرب في الديريفيتيف. حضرتك لما هنجرب اسهل رقم تجرب بيه هنا هو الزيرو، فلما تجرب هنا بزيرو هيبقى ده كله زيرو وده 1 وده هيطلع بوزيتيف، فتبقى دي بوزيتيف ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف، يعني دي كده ديكريز ودي انكريز ودي ديكريز.
هو عايز انكريزنج فين؟ هقول والله من نيجاتيف 1 ل 1، من نيجاتيف اسف من نيجاتيف هاف ل 1، يعني التشويس رقم بي. نبدا بقى في الاساي. بيقول ال z equal 1 plus i plus i squared plus 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 i to power 25. عايز التريجنومتريك فورم والاكسبوننشال فورم للكومبلكس نمبر. الفكره دي كانت بتجيلك في اولى ثانوي، بس هو الاي انت عارف هي بتتكرر كل 4، فدي لما يجي لك 1 plus i plus i power 2 plus i power 3 plus 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 and so on up to i to power كام 25. سيادتك اكيد مش هتروح تكتب i power 25 يعني 25 تايمز يعني 25 واحد بتعملهم سمبليفاي، لا خالص. انت عارف ان الاي بتتكرر كل 4، فهتروح تجيب رابع واحده، ادي 1 2 3 4 اعمل لها سمبليفاي، وتروح تجيب اخر واحده تعمل لها سمبليفاي. 25 divided by 4 هتطلع لك 0.25 هتديك i. هل دول زي بعض؟ لا. خلاص ارجع هات لي i باور 24 واعمل لها simplify تطلع 1، لسه ما وصلناش. i باور 23 اعمل لها simplify تطلع بنيجاتيف i. اول ما توصل لنفس السمبلست فورم بتاعت رابع واحده يبقى المفروض الصم ده كله ايكوال 0، يعني كلها كده كسمبلست فورم هيتفضل ايه 1 بلس i، يعني الزد هي 1 بلس i. عايز التريجنومتريك وعايز الاكسبوننشال. طب حضرتك لو رحت جبت الار هنا هتطلع الار بروت 2 والانجل بباي على 4 اللي هي 45. هيبقى الاكسبوننشال هتبقى روت 2 اي تو باور باي اوفر 4 اي، والتريجنومتريك هتبقى كوساين باي اوفر 4 بلس اي ساين باي اوفر 4، وخلصت على كده. هبقى نشوف رقم 20. بيقول لي in the opposite figure ال OB equal 6. على فكرة هي دي البوينت B. ال OB كلها equal 6، وبيقول أنا عايز ال OC ده which make the surface area of the triangle ABC as maximum as possible. حاضر. الميزة اللي موجودة في السؤال إن الترانجل اللي هو مديهوني ABC ده ايسوسيلس. طب إيه الميزة في ده يا باشمهندس؟ حضرتك لو جيت رسمت هايت كده، فأنت جيت قسمت البيز دي نصين. حلو؟ طب تعالى كده واحدة واحدة. ايه رأي سيادتك لما اسمي لك من O لحد الهايت ده كده X، وانا عندي هي كانت كلها 6، فتبقى دي ايه 6 ماينس X. طب ما هو ما دام دي 6 ماينس X وانت لسه قايل لي حالا ان الاتنين دول قد بعض، يبقى دي برضو 6 ماينس X، صح؟ طيب طب ما دام سميت الحتة دي كلها X، يبقى الهايت ده بالمرة Y، وما دام البوينت Y او البوينت عموما اللي فوق دي انت سميت دي X وده Y، يبقى البوينت اسمها X و Y. موجودة على الكيرف ده ولا لا؟ طب ما انت ممكن تشيل الواي وتحط مكانها اي باور اكس، يعني الواي من الاخر باي باور كام؟ باور اكس. اللي انت عملته ده كله انت جبت الاريا. ليه؟ هتقولي والله يبقى الاريا بتاعتي هي هاف البيز من اول البي لحد السي 6 ماينس اكس بلس 6 ماينس اكس، هي عباره عن 12 ماينس 2 اكس، والهايت هو اي باور اكس. يلا يا باشمهندس اشتغل ديريفيتيف. سيبك من الهاف ده خالص اركنه على جنب. هيبقى ثبت في ديريفيتيف لاي باور اكس باي باور اكس بلس ديريفيتيف وثبت. بالمره خد مع الهاف الاي باور اكس بره كومن، هيبقى 12 ماينس 2 اكس ماينس 2، خليه ايكوال 0، الاي ما بتطلعش 0. هيديك 10 ماينس 2 اكس ايكوال 0، يبقى الاكس ايكوالز كام؟ 5. عشان ده سؤال اساي فاحنا ممكن نكروت الحته دي، نقول له والله بص انا عارف ان في السكند ديريفيتيف تيست ان السكند ديريفيتيف عند الاكس ايكوال 5، انت عايز ايه؟ انت عايز ماكسيموم، اقول له حاضر. السكند ديريفيتيف عند الاكس ايكوال 5 هو سمولر ذان 0. ما هو خد بالك في السكند ديريفيتيف تيست كان اللوكال ماكسيموم يديني نيجاتيف واللوكال مينيمم تديني ايه؟ تديني بوزيتيف. يبقى اقول والله يبقى الاريا از ماكسيموم لما الاكس ايكوال 5، بس خد بالك هو مش عايز الاكس، هو عايز مين؟ هو عايز الاو سي. طب من الرسم اللي قدام حضرتك ده الاو سي ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاكس اللي انت جبتها ماينس الحته دي اللي هي 6 ماينس اكس. طب سعاده الباشا الاكس ب 5 ماينس، وهنا الاكس ب 5 يعني 1، 5 ماينس 1 ايكوال كام؟ 4. جبت الاو سي وخلصت على كده. امتحان حلو وفي فكرتين حلوين يعني.
فلو قلت لك الامتحان سهل يبقى بضحك عليك. ربنا دايما يكتب لك التوفيق سواء سهل او صعب. ان شاء ربنا نشوفكم على خير. السلام عليكم.